السلام عليكم احلى مشاهدين واحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بالف خير وسعاده. 3 نقط مهمين جدا لكابتن حسام النهارده. وكابتن حسام كان عارف اهميه ال3 نقط دول، وكان متوتر جدا وقلقان، وكلنا كمان كنا قلقانين وكنا بنتمنى له ان هو يتوفق، والحمد لله ربنا وفقه. 3 نقط نعتبروا نقطة فارقة ما بينه وما بين الجماهير، وما بينه وما بين اللعيبة، وما بينه وما بين اللي جاي كله. يعني هيقدر يبني عليهم كل اللي جاي، وإن شاء الله يكون موفق. لازم نكون حذرين جدا واحنا بنقول مبروك، لأن كان في أخطاء كتير جدا. عارفيني مش بحب أتكلم فني خالص، لكن اسمحوا لي بس بدقيقتين. كابتن حسام بدأ المباراة بطريقة 3-5-2، طريقة هجومية بحتة. بس ما نقدرش ننكر ان هي كانت مرهقة جدا للعيبة، كانت مرهقة جدا، لكن كانت موفقة. 35 دقيقة لعب بس، يعني لعيبة المنتخب لعبوا 35 دقيقة مش أكتر من كده، يمكن يكونوا أقل، يمكن يكونوا 30 دقيقة 32 دقيقة، بس خلينا نقول 35 دقيقة. بعد كده خلاص ما شفناش حاجة تاني. كان ممكن نخلص المباراة ب4 مثلا أو 3 في ال35 دقيقة دول، لكن ما كانش فيه توفيق. كان في ضربة جزاء ما اتحسبتش، لو كان في فار كانت اتحسبت مليون في المية لتريزيجيه. بس مش مشكلة، خلينا نتكلم في المباراة دلوقتي، مالناش دعوة بالحاجات اللي ما اتحسبتش. خلينا في كل اللي اتحسب وكل اللي اتشاف وكل اللي اتحس. شفنا ان اللعيبة طبقوا الطريقة بشكل كويس وممتاز في 35 دقيقة، لكن حالتهم البدنية ما سمحت لهمش ان هم يكملوا على نفس الطريقة بقية المباراة. شفنا الشوط الاولاني في اخره 15 دقيقة او كده كنا قليلين جدا بدنيا وفنيا. الشوط التاني ما جيناش اصلا خالص. منتخب بوركينا شاف نفسه علينا، رغم ان هو منتخب قليل جدا، يعني مش اللي هو يخوف خالص. بس للأسف احنا تراجعنا جدا في الشوط التاني، تراجعنا بدنيا. الطريقة كانت مرهقة، لأن انتوا عارفين يعني لعيبة الأهلي والزمالك جايين من مشوار صعب جدا عليهم، ملحقوش يرتاحوا، خصوصا لعيبة الأهلي ما ارتاحوش خالص. أما اللعيبة المحترفين جايين برضو بعد دوريات صعبة، وكانوا في راحة طويلة، فبرضو رجوعهم هيبقى صعب شوية وبالتدريج، لكن إن شاء الله في الماتش اللي جاي هيكونوا أحسن بكتير، وأنا متأكدة من ده. كان في شوية لعيبة خارج مستواهم، منهم مثلا إمام عاشور، منهم محمد هاني اللي كان مهزوز قوي جدا النهارده، منهم زيزو. يعني شوية كده كانوا مهزوزين أو مش موفقين، أو طريقة اللعب مش مساعداهم، مش مساعداهم بدنيا. أنا عايزة أقول بس حاجة لكابتن حسام. كابتن حسام أنت في الآخر اللي مسؤول، وأنت اللي في الآخر هتشيل الليلة، زي ما قلنا قبل كده إن الليلة ليلتك والحوار كله بتاعك. كنت متوتر وكان باين عليك التوتر. مش عايزه ده يوصل للعيبه وتنقله للعيبه، لان ده هيبقى غلط جدا. دي حاجه. الحاجه التانية، ما تخافش، ما تخافش، يعني زي ما بيقولوها كده بالبلدي، ما تحسسش على حد. يعني انت العب عشان بلدك اولا، وعشان نفسك ثانيا. اللعيب اللي هو مستواه قليل شايفه مش قادر يمشي مع دماغك، مش قادر يمشي مع الخطه اللي انت حاططها، اليوم مش يومه. زي مثلا مصطفى محمد النهارده، لا مش لازم يستمر لحد الدقيقه 90، يعني لا مش لازم خالص. اي نعم بيبقى في لعيبه وجودها في الملعب مهم، زي مثلا كابتن محمد صلاح. محمد صلاح حتى لو هو بنص طاقته بربع طاقته، لكن وجوده في الملعب مهم، مهم جدا، يعني بيعمل تقل للفريق. تمام، لكن اللعيب اللي انت شايفه قليل مش لازم يكمل، يعني عادي خالص، يعني لما يطلع ما فيهاش اي مشكله. يعني خليك شجاع كده زي ما احنا متعودين عليك وعارفينك ان انت شجاع. الحاجة التانية اللي عايزة اتكلم عليها بقى، بعيدا عن الفنيات بقى خلاص، مش عايزة اطول في الفنيات. الجمهور. يعني كابتن حسام زي ما كان بيشد من أزر اللعيبة وكان بيدربهم وبيوجههم، كان النهارده برضو بيدرب الجمهور وبيوجههم. ال 35 دقيقة الأولين اللي احنا لعبنا فيهم وجبنا الجونين، تريزيجيه ما شاء الله عليه جايب جونين كويسين جدا وبيأسست من صلاح. الحمد لله ريحنا وطمنا وخلى الجمهور الكيوتي الشيك، جمهور الدعوات، قاعد في المدرجات براحته بقى وهادي وخلاص، مش مطلوب منه حاجة. لكن طبعا في الشوط الثاني كنا محتاجين الجمهور جدا. تريزيجيه كان بيحمس الجمهور، امام عاشور كان بيحمس الجمهور، كابتن حسام حسن
كان بيقول للجمهور يعمل ايه، زي ما كان بيقول للعيبه تعمل ايه كان بيقول للجمهور يعمل ايه. مش جمهور كوره خلينا متفقين، انتوا عارفين ان انا في لينك كده ما بيني وبين الجمهور، انا بعشق الجماهير زي ما قلت لكم قبل كده كتير. فالجمهور النهارده بصراحه برضو ما كانش موفق خالص. زي برضو المذيع محمد الكواليني برضو ما كانش موفق. معلش يا كابتن اسمح لي بقى، يعني انا ايه يعني هقلش عليك في الحته دي. بدأ كده عايز يعمل دخله جامده. اولا ما كانش فيه دخله للجماهير برضو يعني، للاسف، عشان قلنا ده مش جمهور كوره خالص، ده جمهور كيوت. برضو المذيع كان عايز يعمل دخله لكن للاسف يعني جلت منه. ظلموكي لما قالوا عليكي ام الدنيا، ظلموكي لما قالوا عليكي ام الدنيا، ولكن انتي والله ام الدنيا. انا ما فهمتهاش يعني، هم ظلموها ولا هي ام الدنيا، ولا هي اللقب ده ظلم عليها، ولا دي حاجه حلوه؟ بصراحه توهتني يعني، ما فهمتهاش خالص نهائي. الف مبروك للمنتخب. لازم نخلي بالنا، لازم نكون حريصين جدا. اللعيبه اللي ما ظهرتش في مستواها النهارده اكيد كابتن حسام هيكلمهم، واكيد هيكون الماتش اللي جاي اكيد هيكون المستوى احسن وافضل. لازم نقول مبروك، ولازم نساند، ولازم نشجع كابتن حسام. احنا في ظهرك، احنا بنشد من ازرك، احنا بنحبك. ربنا يوفقك وما تخافش، ما تخافش، انت بتلعب باسم بلدك. كل الجمهور ده وراك طول ما انت كويس، لكن صدقني ما تضمنوش خالص لو جليت. الف مبروك للمنتخب وتصبحوا على الف خير.